السلام عليكم. قبل ما أبدأ الوصفة النهاردة حابة أشكر كل الشعب الليبي على الأكلة الخطيرة دي. عايزة أقول لكم إن الأكلة دي ليها طقوس كده في أكلها. أول حاجة لازم تتاكل سخنة كده وهي نازلة من على النار على طول. تاني حاجة لازم تكون حراقة ومشطشطة، يعني اللي بيحبوا الأكل الحراق هيتبسطوا بالأكلة دي جدا. هنعمل النهاردة المبكبكة الليبي، وهقول لكم على كل الأسرار اللي هتخليها معاكم زي الليبيين بالظبط. اول حاجة معايا حلة على النار، حاطة فيها زيت وبصلاية مفرومة ناعم، وهنزل برشة من الملح عشان الملح بيسرع في تحمير البصل. اول البصلة ما تاخد لون ذهبي كده اصفر زي ما انتم شايفين، هبدأ انزل باللحمة بتاعتي. طبعا هما الليبيين بيستخدموا اللحمة الضاني، بس في ناس مش بتحبها فتقدري تستخدمي اي نوع لحمة انت بتحبيه. بعد كده البهارات اللي هي أساس الوصفة، هنزل بالحبهان وورق اللورة وقطعة من القرفة الخشب. لو مش متوفر عندك قرفة خشب هتنزلي برشة من القرفة الباودر. القرفة مهمة جدا في الوصفة دي. وهنبدأ نقلب كده اللحمة لحد ما تاخد اللون اللي انتم شايفينه. بعد كده هنزل بمعلقتين كبار من الصلصة. الأكلة دي حابة تعمليها بصلصة معلبة، او ممكن تعمليها بصلصة طماطم الفريش، او ممكن تستخدمي الاتنين مع بعض. عايزة اقول لكم ان انا اكتر الاوقات بستخدم الصلصة المعلبة. هقلبها كويس جدا. بعد كده هنزل بكوباية من عصير الطماطم مضروبة في الخلاط، واهم حاجة نكون مصفيينها. وهنزل بكيس البهارات اللي انتم شايفينه ده، بيدي طعم حلو جدا، بهارات لحمة. لو مش متوفر عندك هتستخدمي السبع بهارات. وهستخدم كركم ومعلقة صغيرة من السكر. السكر هنا عشان الحموضة بتاعة الطماطم. وهنزل بمعلقة حلوة كده من الفلفل الأسود، يعني انزلي بكمية حلوة كده لأن الأكلة دي بتتاكل مشطشطة. وهنزل بكبيبة الصيني ورشة من جوز الطيب. الوصفة دي أهم حاجة فيها البهارات، لو ما حطيناش البهارات هتبقى كأنها مكرونة بالصلصة عادي. اللي بيديها طعم المبكبكة هي البهارات. هنا بعد المكونات بتاعتنا ما اتسبكت كده زي ما انتم شايفين، هبدأ انزل بالمية المغلية. طبعا اللحمة هنا لسه ما استوتش، فانا بعد ما نزلت بالمية المغلية هقلبها كده كويس المكونات مع بعض، وهغطيها وهسيبها لحد اللحمة بتاعتنا ما تستوي. عايزة اقولك ان انتي ممكن تستبدلي اللحمة بالفراخ لو حابة. مش قادرة اقول لكم الريحة من دلوقتي طالعة عاملة ازاي. هنا اللحمة بعد ما استوت معانا هنبدأ نحط لها قرن من الفلفل الحراق كده، وهنبدأ نملح الشوربة بتاعتنا. بعد كده هنزل بالمكرونة. هي دي المكرونة اللي انا بستخدمها للمبكبكة، هو الحجم ده اللي بيبقى مناسب مع الأكلة دي. طبعا هنا المكرونة هتستوي في المرقة بتاعة اللحمة، فلازم تكون المرقة كتير كده زي ما انتم شايفين. لازم نقلبها اول 3 دقايق كده، نفضل نقلبها عشان المكرونة فيها نسبة عالية من النشا فما تلزقش في قعر الحلة. بعد كده هغطيها واسيبها حوالي 5 دقايق او 6 دقايق بالظبط، وهطفي عليها وهسيبها متغطية عشان تكمل سواها. سامعين صوت البكبكة ده؟ هو السبب اللي خلى الأكلة دي تسمى باسم المبكبكة. أهم حاجة بقى عشان المبكبكة تطلع مظبوطة 100% معاكم، إن الصلصة بتاعتكم ما تكونش سميكة زيادة عن اللزوم، عشان إحنا بنحط المكرونة نية والمكرونة فيها نسبة عالية من النشا، فهتخلي الصلصة تسمك زيادة وتبقى تقيلة، عشان تطلع حلوة كده زي ما انتم شايفين. يا رب الوصفة تعجبكم.